النهارده بندعوهم للمشاركه في هذا المشروع، وفي حوافز ماديه لهم. احنا المشروع بيتضمن 200 جنيه لكل طالب، لكل دارس ناجح. يعني بيحصل الطالب الذي يقوم بالتدريس على 100 جنيه، والدارس نفسه على 50 جنيه، والاشراف من الكليه مقابل الاشراف 50 جنيه ايضا، ف 200 جنيه عن كل دارس ناجح. النهارده الدعوه جيده جدا. شعار المشروع القومي لمحو المياه وتعليم الكبار معا نستطيع. يمكن النهارده دعينا الشباب واكدنا عليهم، وهم يمكن رددوا كلمه معا نستطيع، وايضا رددوا كلمه المصريين يقدروا يمحوا الاميه. واعتقد ان ينبغي ان نستخدم الشباب، لان الشباب هم مستقبل مصر. بدايه بتدريب طلاب الجامعات، ان كليه التربيه جامعه عين شمس هي الكليه المعنيه بالدرجه الاولى بالتدريس والتدريب، فهي لها دور في تدريب جميع الطلاب في هذا الامر. ايضا هي الكليه التي تبحث في قضايا الاميه من حيث تحديد الاحتياجات وتوجيه فكره الاميه الابجديه الى اميه وظيفيه، حتى نكون قد دخلنا من المدخل التنموي في هذا المشروع. الندوة كانت بمبادرة من مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس اللي أنا بشرف بإدارته لدمج طلاب الجامعة في مشروع محو الأمية، على أساس أن طلاب الجامعة بيمثلوا حقيقة قوة بشرية مؤهلة وقوة بشرية كبيرة جدا يجب الاستعانة بهم في مجال محو الأمية. احنا بنتكلم عندنا حوالي 2 مليون طالب في الجامعة، لابد من الاستعانة بهذه القوة البشرية من أجل القضاء على الأمية. وكما فعلت كوبا في عام واحد بالاستعانة بطلاب الجامعة استطاعت أن تقضي على الأمية تماما، نحن الآن بصدد هذه المبادرة التي يطلقها مركز تعليم الكبار بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار وجامعة عين شمس كلية التربية من أجل القضاء على هذه المشكلة. احنا عندنا في مركز تعليم الكبار عندنا أنشطة مهمة جدا لإعداد الميسرين معلمين في مجال تعليم الكبار، وأيضا لإعداد المدربين في مجال تعليم الكبار، ونجد أن هناك رغبة قوية جدا وشديدة للاستعانة بالطلاب وأن هم يشاركوا في هذا المشروع من باب الخدمة المجتمعية ومن باب التطوع، لأن بالفعل يعني مصر بخير ومصر ولادة، ووجود إدارة سياسية جديدة للبلاد بتسعى إلى النهضة وإلى العلم وإلى المعرفة، نجد أن هناك بالفعل تطوع من قبل الطلاب في هذا المجال. سمعت عن الدورة فأنا يعني بؤمن جدا بالتعليم إن هو أهم شيء، يعني إن هو بيوصل يعني بيخلي الإنسان بيتقدم، وإن هو وسيلة اللي بتخلي المجتمع يتقدم. فعشان كده يعني بادرت فيها وقدمت فيها أنا وزمايلي، ودخلنا الكورس كان حوالي 18 ساعة، 5 ساعات في اليوم، وكان يعني بيعمل إعداد لينا لأن احنا ازاي نقدر ان احنا نتعامل مع الكبار. حصلنا على الشهادة ديت، وصراحة هو كان الكورس يتميز بأن هو فيه نوع من المرونة، خاصة ان احنا في محاضرات وكده. انا سمعت عن دورة اعداد تعليم الكبار في جامعة عين شمس، فرحت حضرت كورس. الدكتور بقى اللي بيدينا او مدير المركز دكتور عاشور، دكتور صراحة ربنا استفدنا منه كتير، بس الحمد لله. يعني نفسي بقى في الاجازة باذن الله هشوف فصول ان شاء الله، وهطبق وهعلم على الاقل 5 حتى. عرفت من اصحابي على الدوره ديت وهم قالوا لي عليها، وانها بنستفيد منها كتير وبنفيد المجتمع وكده، فحبيت ان انا اشارك فيها، وقلت هقدر اتطوع فيها بعد كده وان انا اشارك فيها بعد كده. وطبعا رحنا بالفعل الدوره وخدنا الكورس دوت 3 ايام. قعدنا، كان الدكتور كان كويس جدا، كان ان احنا مثلا ايه على حسب الوقت اللي احنا عايزينه، يعني مرونه جدا، في مرونه الايام اللي انتوا فاضيين فيها ممكن نيجي فيها. تعاون، وفي تعاون بينا وفي تفاعل وفي مشاركه. وطبعا عايزين نمحي ان احنا مثلا ما يكونش في اي بصمه خالص، ما يكونش في البصمه دي خالص في الشعب المصري خالص. مش عايزين يكون اي حد امي خالص في المجتمع.
مش عايزين اي امي خالص في المجتمع، عايزين الشعب المصري يكون متعلم من اول الطفل الصغير لغايه دكتور الجامعه. هو الدوره في الحقيقه احنا من بدايه الناس اللي بدات ان احنا نسال كمان على محو الاميه، وان احنا نشارك في الموضوع، وان احنا الثلاثه اللي بدانا فصل محو الاميه وفي كليه التربيه، والحمد لله. انا وزميله سجلت مع حضرتك قبل كده. احنا بدانا الفصل من شهر 8 والحمد لله في ناس كتير اتعلمت واستجابت. الدوره طبعا علمتني ازاي ان انا الاول ابتدي ازاي اتعامل مع الكبار اصلا، كيفيه التعامل مع الكبار، وازاي ان انا ابتدي ادرس لهم وكده، والحمد لله يعني في نتائج كويسه ان شاء الله، وهندخلهم امتحان قريب باذن الله. احنا كان عندنا المشروع ده كان نفسنا وناس كتير نفسها تحققه، بس ما كانش فيه الفرصه ان احنا نحققه، بس بعمل ندوات زي ديت، وبعمل دورات اعداد ميسرين، وبعمل اعداد دورات مدربين، وبعمل في اراده فعلا، في فكره ان شاء الله هتتنفذ، وربنا يوفق ان شاء الله. ونفسنا ان شاء الله ما يبقاش في حاجه اسمها اميه في مصر، نفسنا ما فيش حد يبصم في مصر، كله مش اهم حاجه الاميه الابجديه، يعني احنا اهم حاجه عندنا دلوقتي الوعي الثقافي والسياسي والاجتماعي. ما ينفعش احنا نتكلم مع واحد امي مش عارف يقرا ويكتب ونقول له تشارك ازاي في البلد، يبقى ليك دور ازاي في البلد، يبقى ليك واجب ازاي في البلد. لازم نعلمهم من جميع النواحي ومن جميع الاتجاهات، ما ينفعش بس مجرد الف ب. الأمية مش مجرد إن أنا مش عارف ألف ب، مش عارف أقرأ وأكتب، لا الأمية في حاجات كتيرة. والله أنا سمعت عنها في الكلية هنا أول حاجة، وبعد كده من واحدة زميلتي قالت لي إن في دورة تعليم كبار في خدمة المجتمع، إن إحنا هنعلم ناس كبار اللي يمحوا أكبر قدر من الأمية. فأنا عجبني الموضوع جدا، لأن أنا طالبة أصلا في كلية تربية، فهو ده من تخصصي يعني. فأنا قلت إن أنا أشترك في الموضوع ده عشان أحاول إن أنا أخدم المجتمع كطالبة بتخدم المجتمع يعني. فاشتركت في الموضوع في الدورة، وخدت الكورس في دورة في المركز تعليم الكبار. الوقت بتاعها عبارة عن 18 ساعة متقسمين على 3 أيام. خدنا كل يوم 5 ساعات تقريبا. خدنا كذا محاضر، 3 محاضرين في كل دورة، في كل محاضرة قصدي. بس فخدنا الدورة وقعدوا يعلمونا ازاي نعلم الكبار والطرق المختلفة ليهم.